السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا لاباس. الحمد لله. حبيت نتكلم على قضية الطباخ هشام كوك اللي عاودت دارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد طلاقه مع زهور محمد. عاود زواج، وحسب بعض المصادر هشام خسر قضية الخيانة وحكموا عليه غرامة مالية 30 ألف دينار جزائري نفقة العدة. زهور قررت تدير محتوى تسترزق به على الانستغرام بعد تدهور حالتها المادية. أمس كانت فاتحة بث مباشر، وهنا كانت الصدمة. هشام يكتب تعليق صادم: لأول مرة يفضح سبب طلاقه. بعدها محمد خرجت في فيديو مؤثر تبكي وتوكل في ربي عليه أنه هشام ظلمها وهددها، وارسل لكارولين تصورها بدون نقاب وتسجيلات صوتية. وحنا نقول لهم الله يهديكم، طلقتوا صايي، كل واحد يشوف حياته، ما تبقاوش تبعوا في بعضاكم. محمد إذا صح غلطت، ما كانش لازم عليه يفضحها ويشهر بيها. وطبعا الضحية اللي بيناتهم هو الابن.